اهلا بيكم في مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. فطارنا النهارده سفره سهله وبسيطه. هنشوي مع بعض السمك، وكمان هنعمل له الدقه بتاعته، وهنعمل كمان رز السمك بطريقه بسيطه، وعملنا مع بعض سلطه، وكمان هنعمل مع بعض كيكه الرواني بطريقه سهله وبسيطه. يومنا النهارده كله بسيط وسهل وسريع، هتعمليه في اقل وقت. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. اول حاجه هعملها كيكه الرواني. عندي هنا 3 بيضات، هحط عليهم حوالي معلقه من الفانيليا او كيس من الفانيليا البودر بالشكل ده، وهحط عليهم كمان كوبايه من السكر، واقلب بقى كل ده مع بعضه كويس لحد السكر ما يتقلب مع البيض، يعني يبقوا خليط واحد بالشكل ده. هفضل اقلب فيهم بقى بالشكل ده. ممكن تعمليهم في الخلاط، ممكن تعمليهم بالمضرب زي ما انا عملت بالشكل ده، هي ما ياخدش منك وقت. انا بحب ابدا يومي زي ما قلت بالحلويات، يعني اول حاجه اعملها هي الحلويات. ده شكل الخليط بعد ما قلبته بقى بالشكل ده. هنزل عليه كمان بنص كوبايه من الزيت. انا قلت النهارده اعمل لهم كيكه الرواني، حاجه سهله وسريعه، وكمان ما تاخدش منك وقت، والولاد بيحبوها، وتغيير عن الكنافه والقطايف. مش لازم كل يوم كنافه وقطايف، نعمل حاجه حلوه سهله وسريعه. هقلب بقى كل ده مع بعضه كويس، وهنزل عليهم بقى بكوبايتين من الزبادي. ده زبادي بيتي انا عاملاه بالشكل ده. ممكن تحطي من كوبايه لبن، بلاش الزبادي خالص لو ما عندكيش، ممكن تحطي كوبايه من اللبن بالشكل ده. وهقلب بقى الزبادي بقى مع السكر والبيض بالشكل ده، كله بالمضرب وانت واقفه كده على ايدك، ولا محتاجه خلاط ولا محتاجه مضرب كهرباء. بايدك هتعمليها في ثانيه بسرعه كده، هتعمليها ما تاخدش منك وقت بالشكل ده. واحط عليهم كوبايه من دقيق البسبوسه ونص كمان، يعني كوبايه ونص من دقيق البسبوسه، ده دقيق السايب. واحط عليهم كمان معلقتين كبار من جوز الهند. زي ما قلت هي مقاديرها بسيطة، بس بجد هتعجبك جدا، جربيها بالشكل ده. واحط عليهم كيس من البودر، وكمان كوباية من الدقيق، يعني كوباية ونص من دقيق البسبوسة، وكوباية دقيق العادي، وكيس من البودر، و3 بيضات، وكوباية الا ربع من الزيت، وكوباية سكر. واقلب بقى كل ده مع بعض كويس بالشكل ده. هو قوامها بيكون سميك بقى بالشكل ده. هجيب بقى صينية هدينها دهنة كويسة من الزيت، واقلب بقى كل ده مع بعض كويس، وافضيها بقى في الصينيه وادخلها بقى تستوي بالشكل ده. ونحضر بقى الشربات بتاعها. هحط بقى كوبايتين بقى من السكر، هي الشربات بتاعها بيكون يعني خفيف. احط كوبايتين من السكر، وعليهم بقى كوبايتين من الميه. ادي الكوبايه التانية اهيت. واحط بقى كوبايتين ميه اول واحطهم يغلوا على البوتاجاز. ادي اول كوبايه. احط كمان كوبايه، واحطهم يغلوا بقى. اول ما يغلوا احط عليهم نص عصير ليمونه بالشكل ده. دلوقتي بقى هنحضر شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ده شكلها وهديت. وده الشربات بعد ما برد، انا زودت عليه نص معلقه من الفانيليا. هسقيها بقى بالشربات واسيبها بعد ما تبرد خالص، نبقى نقطعها مع بعض بالشكل ده. زي ما قلت هي طريقتها سهله وبسيطه، هتعمليها على طول ما تاخدش منك وقت. شايفين شكلها بالشكل ده. دلوقتي بقى هنحضر الفطار مع بعض. انا هعمل معاكم النهارده سمك مشوي. انا جبت كيلو ونص من السمك بالشكل ده، وغسلته كويس. احنا ما بنفتحش بطنه، بنشويه بالشكل ده وهو مقفول. غسلته كويس. دلوقتي بقى هتبله معاكم وهنشويه مع بعض. احط معلقه كبيره من الكمون، وكمان معلقه من الملح. هي تتبيله بسيطه جدا للسمك، جربت طريقه السمك ده هتعجبك جدا بالشكل ده. احط بقى الملح والكمون، واعصر عليه عصير نص ليمونه. زي ما قلت النهارده طريقتنا بسيطه جدا. واقلب بقى كل ده مع بعضه كويس، واسيبه لغايه ما يتبل بقى السمك. زي ما قلت هي التتبيله بسيطه جدا. هسيبه بقى يتبل ونشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. ده شكله بعد ما قلبت. دلوقتي بقى هحضر بقى معاكم الدقه بتاعته. انا عندي هنا فلفل وطماطم وليمون وكام فص من الثوم. هقطع بقى كل ده مع بعضه في الكبه واضربه ضرب خشن بالشكل ده. هقطع بقى الفلفل احمر حطي، بس انا ما كانش عندي يعني فاستخدمت الاخضر بالشكل ده. وهحط كمان بقى كام فص من الثوم بالشكل ده. وهقطع بقى الطماطم بالشكل ده لحد بقى ما اخلص كل الكميه اللي معايا.
الكبة بقى بالشكل ده خشن بالشكل ده. ده شكلهم بعد ما ضربتهم هفضيهم بقى في بولة بالشكل ده. هي دقة بسيطة للسمك، جربيها بجد هتعجبك. وهعصر بقى عليها الليمون بالشكل ده، واحط عليها الملح بقى واظبط لها الملح. احط بقى معلقة من الملح، وكمان هحط عليها معلقة من الكمون، كمان معلقتين من الزيت. زي ما قلت هي الدقة بتاعتنا بسيطة جدا، بس جربيها بجد هتعجبك. واحط كمان زي ما قلت معلقة كبيرة بقى من الكمون، واقلب بقى كل ده مع بعضه بالشكل ده. واعمل عليها عصير ليمونة بالشكل ده، اعصر عليها عصير ليمونة كبيرة. واقلبه بقى مع بعض كويس، كل ده مع بعض كويس. وازود عليهم كمان نص كوباية من المية، واسيبها بقى دلوقتي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده الدقة تكون عندي جاهزة بالشكل ده. دلوقتي بقى هعمل معاكم رز السمك. احنا عملنا تبلنا السمك وجهزنا الدقة بتاعته. دلوقتي بقى هحط معلقتين كبار بقى من الزيت في حلة واسيبهم يسخنوا كويس. فرمة بصلاية بقى في الكبة، بصلاية كبيرة، حطها بقى في الزيت بقى تتحمر بالشكل ده. زي ما قلت هي بصلاية كبيرة انا فرمها بقى بالشكل ده. هفضل اقلب فيها بقى لحد ما تتحمر معايا وتاخد لون. البصل بتاع رز السمك بيحب ياخد لون شوية بالشكل ده. بدأت تاخد معايا لون. مع التقليب بقى بالشكل ده هنزل بقى عليها بمعلقة كبيرة من الكمون. جربي بقى تشوحي الكمون مع البصل بالشكل ده، بجد الريحة بتبقى جميلة جدا وطعم الرز بيكون جميل. هحط بقى معلقتين كبار حسب كمية الرز يعني، واشوحهم بقى بالشكل ده. اكون غاسلة عندي كمية الرز، وانزل بقى عليها بالرز واشوح بقى البصل مع الرز مع الكمون بقى بالشكل ده. بجد بتبقى ريحته جميلة جدا وطعمه جميل جدا. جربي الطريقة دي في رز السمك بجد هيعجبك. واشوح بقى مع بعضه كويس بالشكل ده، واظبط له بقى الملح. احط له بقى الملح بالشكل ده، وانزل بقى عليه بالميه بالشكل ده، واقلب بقى مع بعضه كويس. اقلب بقى الرز مع الملح مع الكمون مع البصل كله في بعضه، اقلبه بقى مع بعض كويس، واسيبه بقى لغايه ما يتشرب الميه والبخار كده يطلع، واهدي عليه النار واسيبه لغايه ما يستوي مع بعض بالشكل ده. زي ما قلت هو طريقته سهله وبسيطه، جربيه طريقه الرز دي هتعجبك جدا. دي هنا بقى السمك بعد ما اتبل بالشكل ده. جبت بقى ده الردة العادية بقى بتنشوا بها السمك، بتجيبها يعني من عند العطار بالشكل ده. اقلب بقى فيها السمك بالشكل ده. كل بقى كمية السمك هعملها بالردة بقى بالشكل ده لحد ما اخلص كل كمية السمك اللي معايا بالشكل ده. بقى هنشوي السمك مع بعض. انا سخنت الفرن كويس، ده الفرن العادي الكبير ده. لو ما عندكيش سخني فرن البوتاجاز كويس ورصيه بقى في الصاجه زي كده، هيتشوي معاكي برضو بكل سهوله وما هيعملش معاكي دخان. بدا يتشوي معايا بقى بالشكل ده. هقلبه. انا كنت بصور وماسكه التليفون بايدي يعني فكنتش متحكمه كويس. هقلبه بقى بالشكل ده. هو ما بياخدش وقت، بيتشوي على طول بيطلع جميل جدا. زي ما قلت سخني، ما عندكيش الفرن ده سخني فرن البوتاجاز كويس وافرديه على الصاجه واقفلي الباب شويه، وبعد كده افتحي يعني هتلاقيه اتشوى معاكي بكل سهوله. ولا على الفرن بقى من فوق ومن تحت هتلاقيه اتشوى معاكي ويكون جميل جدا من غير يعني من غير دخان، وهيطلع معاكي زي اللي بتجيبي من المطعم. احسن ما تدخني البيت، او ممكن تشويه بقى على صاجه على البوتاجاز صغيره يعني الشوايه الصغيره، بس بتشوي فرن البوتاجاز برضو بيكون جميل جدا. انا بقى هفضل بقى اللي هيستوي معايا هقلبه بكل سهوله. زي ما قلت هو ما بياخدش وقت، بيتشوي على طول بالشكل ده. بدأ يستوي بقى معايا. هبدأ بقى ان انا اطلعه. شايفين شكله بالشكل ده، بس انا كنت متحكمه بقى في التليفون ففصلت بقى ورجعت كملت تصوير بالشكل ده لحد بقى ما اخلص بقى كل كميه السمك اللي معايا. زي ما قلت هو ما بياخدش وقت. ده شكل الاكل بقى على السمك. انا حطيت عليه الدقه بقى بالشكل ده، وشكل الرز بعد ما استوى. ده كمان بقى شويه من الدقه بقى بالشكل حطهم في الصحون. وكمان بقى السلطه
بالشكل ده. هي سفرة بسيطة ما هتاخدش منك وقت. جربي بقى تشوي السمك في البيت، بجد هيعجبك جدا. زي ما قلت فطرنا النهارده سهل وسريع، وكمان يعني على قد الايد. يعني هتجيبي كيلو ونص من السمك وتعملي سفرة زي دي بسيطة جدا. اتمنى بقى الفطار يكون عجبكم النهارده، ويا ريت بقى لو عجبك الفيديو تنوروني بقى بالاشتراك في القناة. دلوقتي بقى هقطع معاكم بقى صينية البسبوسة، كيكة البسبوسة. ده شكلها بعد ما استوت ويعني بردت خالص. كان ده بعد الفطار بقى بالليل. هقطعها بقى معاكم. ممكن تزينها بشوية من جوز الهند، بس انا حبيت اسيبها سادة كده عشان الولاد. بالشكل ده هبدأ بقى اقطعها. جربي بقى تعملي حاجة حلوة سهلة وسريعة زي صينية الرواني بقى بالشكل ده، او كيكة البسبوسة زي ما بيقولوا عليها. بالشكل ده هي تشرب الشربات بتاعها، وبجد كان طعمها جميل. جربيها بجد هتعجبك. هبدأ بقى اطلع معاكم قطعة بالشكل ده. طلعها بقى كويس بقى من الصينية بالشكل ده. ده شكلها بعد ما طلعت بقى معايا. شايفين شكلها شاربة الشربات بتاعها وجميلة جدا. جربيها بجد هتعجبك. ويا ريت بقى لو عجبك يومنا النهارده تنوروني بالاشتراك في القناة وتسيبيلي كومنت حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.